السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جايه لكم فيديو جديد طبعا زي ما انتم شايفين المنظر. بس اولا كل سنه وانتم طيبين. انا بعمل طبعا تنظيفات، حبيت اجرب معاكم لان انا بقالي عايزه اقول لكم تقريبا بقالي سنه او حاجه، لاني كل مره ببقى تعبانه، ببقى في اي حاجه. فده المنظر، وكنت طبعا مدارياها او مغطياها بكفر، فكنت بستسهل بصراحة الكفر اشيل اغسل ارجع افرش تاني. فبصراحة كان في وجع في ظهري ودراعي ولغاية دلوقتي. بس انا بقى ايه، خلاص قررت ان انا لاني لقيت منتجات كده فهجربها معاكم واشوف افضل منتج فيهم اللي هيدوب البقع الصعبة اللي انتوا شايفينها بالمنظر ده. هو انا مش عارفه، هي الكاميرا مغمقاها اكتر، فلا هي مش بالغمقان ده. بس ماشي تمام. فشوفوا معايا، انا هجرب معاكم اول حاجه ده. كلين من كلين بتاع ماي واي اهو. بص انا ثانيه واحده. يا لهوي. هجرب معاكم ده اللي هو كلين من ماي واي. ماشي، مكتوب اهو منظف للمفروشات والستاير. فانا جبته بصراحه عشان ان انا اجربه والكلام دوت. فده اول منتج معايا هجربه. وتاني حاجة طبعا سترس طبعا برضو اهو لجميع الاسطح والمفروشات. فبرضو هجرب كده واشوف هيعمل ايه. برضو المنتج ده انا بعمله على الحيطة. طبعا نظفت بيه الحيطة في فيديو تاني. كان ما شاء الله تحفة جدا، ولا بصراحة فعال بطريقة مش طبيعية. ونضفت بيه كمان التلاجة، فلا حلو جدا. فانا قلت ايه اجرب برضو على الكنب الانتري. وتالت منتج معايا اللي هو اللهلوبة. ايوه اللهلوبة. ده من زمان جدا كنت بجربه والكلام ده، بس مش على المفروشات. كنت بغسل بالمواعين، بغسل بيه بقع على البوتاجاز الكلام ده. لكن ما جربتش بصراحة على المفروشات خالص. وماما كمان كانت بتجرب برضو، يعني هي جربته كذا مرة. ف شكرا يا عم، شكرا. خلاص، مش تمام. فانا قلت اما اجربه. انا جبت اللي هو الاكس لارج طبعا على اساس لو هو طلع احلى واحد فيهم فالكبير هيكفي. يعني هخلص ولا مش هخلص يا عم؟ استنى ما يخلص. ماشي. الحمد لله بعد شويه. المهم طبعا هجربه معاكم ونبدا الفيديو بقى على طول. فنقول بسم الله وان شاء الله يعني التلاتة يبقوا حلوين كده. ونشوف احسن نوع فيهم هيبقى ايه. نقول بسم الله. ماشي، اول حاجه مثلا هنبداها اللي هو دي. انا نازله تحت عشان نشوف. هعمل بصباعي بقى عشان خاطر طبعا. ماشي. مثلا هنعمل ايه اهي. هنخلي كله من غير ما ازوده ميه. يعني هو المفروض ان انا ازودها ميه. فانا هعمل كله كده من غير ما ازود ميه واشوف انهي منتج فعلا اللي هو جامد. فاهمين؟ تاني حاجه بسم الله. مش عارفه هو لازم يترج بيني. بيقول طريقة الاستخدام مباشرة. ترش راوة سترس مباشرة على الأماكن المراد تنظيفها وتترك قليلا ثم تفرك وتغسل بالماء كالمعتاد. يعني ده كده كده طبعا مش هيتزود بالمية. فأنا دلوقتي هحطه كده مباشر. بس مش مكتوب ان هو يترج يعني، او يمكن مكتوب وانا مش واخده بالي. المهم بسم الله. ادي كده تاني حاجة. انا هعملهم كده جنب بعض واشوف. ماشي، ده كده تاني حاجة. بصوا الفوران، بصوا بياكل ازاي. هوريكم دلوقتي. تاني حاجة. بصوا هحط غطا بس كده. غطا اقل من غطا يعني كمان. حاجة بسيطة جدا اهي. هو لونه شفاف على فكرة. احطه هنا كده. إيه؟ ماشي. تعالى بقى اوريكم الصورة كده عن قريب. بسم الله. بصوا الفوران بتاعها عمل ازاي. حتى الفوران كان لونه
آه لونه مصفر كده يعني. بصوا انا عايزه احط صباعي كده اجيب. بصوا لونه مصفر، يعني تقريبا بياكل في الحاجه، يعني بياكل في الحاجه. هسيبه شويه وهجيب حاجه ادعك بيها، واشوف انهي حاجه هجيب حاجه اعمل بيها الاتنين. يعني انتوا يعني فاهميني ان انا دي نفس دي عشان اشوف انهي حاجه فيهم احسن، او انهي منتج فيهم افضل وهو اللي بيشيل البقع بصراحه. فانا حبيت برضو اعمل معاكم حاجه زي كده عشان ايه، يبقى افدتكم ان شاء الله يعني. كده بقى هبدأ ان انا ادعك. ماشي، هو كده قال لي من 5 ل10 دقايق، انا استنيت 5 دقايق، يعني اكتر من 5 دقايق. جبت اللوف اللي هي انا مش اللي هي بتخربش دي، ماشي، على اساس انها تدعك كويس. فهبدأ بقى ان انا هدعك كده مثلا. بصوا بصوا البقع ادي كده اول حاجه. هاجي بقى من هنا كده اللي هي الناحيه دي، يعني انا عملت من الناحيه دي، هعمل هنا بقى الناحيه دي اللي هي اسمه ايه ده. عايزه اقول لكم اللي هو بتاع كلين ريحته حلوه قوي. انتوا شايفين قدامكم، يعني انا مش عارفه اعمل ايه بصراحه. الناحيه التانية بقى هعمل اللي هي هاتيلي ميه كده. هجيب ميه عشان بس ايه، دي مكتوب ان لازم يتحط بميه، فهبدأ برضو اعمل بالميه وشوفوا. بس انا شايفه ان اللهلوبه انا لسه ما دعكتش، وما شاء الله بدأ يبقى حلو. بصوا انا جبت طبق فيه ميه، فهبدأ ان انا بصوا ما تقرفوش والنبي، بس هي دي المنظر اللي انتوا شايفينه ده. دي عشان خاطر بجد دي تعب والله، يعني ربنا اللي يعلم، مش اهمال، هو تعب. يعني انا بعمل وربنا اللي يعلم. بصوا هبدأ بقى مطلعه زي ما انتوا شايفين. بصوا انا احترت، انا شايفه ان نسيت افضل حاجه. هجيب حته قماشه وامسح كده واشوف انا. التلاتة زي بعض. بص انا حبيت ان انا اوريكم من بعيد ومن قريب. ده كده ده كده التنظيف بتاعهم. فانا بصراحة محتارة. آه، انا شايفة ان ده يعني شايفة ان ده وده افضل اتنين. ماشي. مش عارفة، يمكن عشان خاطر كلين بيقول لازم يتحط برضو عليه مية، بس انا قلت لما اعمله خام يمكن يبقى كويس، يعني اللي هو ايه. بصوا انا هحاول اقرب لكم اهو. يضاف 100 ملي على لتر ميه، يعني لازم يتحط على ميه. ونفس الوضع بصراحة لقيت برضو مكتوب آه ان يتحط برضو على يعني على اللهلوبة بيتحط معلقة كبيرة على لتر مية. فبرضو ده ما شاء الله حاجة كويسة جدا. فانا هضطر ان انا ممكن اعمل بده. بصوا لما نشف مش عارفة، انا هعمل باي حاجه وخلاص، المهم ان انا انضف. بس انا حبيت ان انا اوريكم الشكل، وشوفوا انتوا بقى هتعملوه بايه. انا لما اخلص تنظيفه بقى هوريكم بصراحه التنظيف، بس انا حبيت ان انا اوريكم بقى ايه التلاتة مع بعض عاملين ازاي. تابعوني بقى على القناة التانية علشان تشوفوا الروتين بتاع تنظيف الشقة وتنظيف الانتريه بعد ما نضفه كله، لان هو يعني كله متبهدل بالطريقة دي.
فتابعوني على القناة التانية وشوفوا الفيديو التاني. انا هسيب لكم برضو اللينك في صندوق الوصف. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، ولو اول مرة بتتفرجوا عليا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي حاجة نعملها. كان معاكم شيماء من عيش بطبيعتك مع شيمو. اللايك تاني والدعم. يلا، سلام عليكم.